السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي لكم بفيديو جديد ان شاء الله. هنكمل مع بعض تنظيفات رمضان 2024. هناخد البوتاجاز والجزء اللي فوقيه. انا عندي بوتاجازي بلت ان. زي ما انتم شايفين هنا السيراميك اللي فوق البوتاجاز طبعا بيتأثر بالبخار والدهون اللي بتطلع منه، خصوصا ان انا لسه مركبت الشفاط. عملت الوحدات اللي فوق البوتاجاز بس لسه الشفاط البلت ان مركبش. ادعولي ربنا يكرمني ان شاء الله كده واجيبه، بس طبعا انتوا عارفين الاسعار يعني كل يوم في الطالع، ربنا المستعان. هنا حبايبي رشيت باور على السيراميك او قاهر للدهون، وابتديت ان انا انضفه. والفواصل اللي ما بين السيراميك بدأت ان انا ادعكها بالاسبونشة كويس جدا. بس كنت الاول رشيت باور وسبتها شوية، وبعدين اخدت الوحدات. زي ما انتوا عارفين ان احنا ماشيين في المطبخ كل يوم بنعمل جزء منه عشان ما يبقاش تقيل علينا، وخصوصا ان احنا معانا اولادنا. طبعا بنذاكر لهم ونديهم الدروس وهكذا. فانا مسكت كده، انا عندي 3 وحدات فوق المطبخ، فضيتهم واحده واحده وبدات ان انا انضفهم كويس. طبعا لو انتي بقى حاطه اي خزين فيه فبيتأثر، بيقع مثلا بواقي سكر، بواقي شاي وهكذا. مسكت الضرفه ديت وفضيتها وبدات ان انا انضفها كويس، ودعكتها كويس جدا بالاسبونجة. وبدأت مسكت قماشة ناعمة، بدأت ان انا امسحها. وخلي بالك وانتي بتنضفي دولاب المطبخ عشان ما يتجرحش منك. فبدأت هنا بالراحة كده، وزي ما انتم شايفين انا طبعا يعني ما بسيبش الاشياء عندي او دواليب المطبخ ان هي تبقى فيها يعني حاجات يعني اوساخ كتير او مش نظيفة، فبالتالي ان هي بتبقى سهلة عليا في التنظيف. فهنا زي ما انتم شايفين كده مسكت الوحدة دي جنب الشباك وبدأت ان انا انضفها. وهنا الضرفة من بره بدأت ان انا برضو بالراحة كده بالاسبونجة من غير ما اجرحها، وبدأت ان انا اغسلها كويس والمقابض بتاعته، وبدأت ان انا انشفها وامسحها كويس جدا بقماشة مبلولة. وبعد كده بدأت ان انا بقماشة ناشفة بدأت ان انا امسحها. تمام. وهبتدي ان انا افضي الوحدة اللي فوق البوتاجاز مباشرة، اللي هيبقى متركب تحتيها الشفاط البلت ان باذن الله. وبدأت ان انا افضيها برضو، ونضفتها من جوه ومن بره. ولو في مثلا مكان المقابض بتاعه الظرف لو في دهون ولا اي حاجه ببتدي ان انا انضفها. وزي ما انتم شايفين هنا كنت خلصت الضرفه اللي فوق الدولاب، وبدات ان انا امسحها كويس جدا من جوه ومن بره، ونشفتها كويس جدا. لو انتوا واخدين بالكم ان يعني لان هو نضيف باستمرار، فانا ما بخليش يعني ان هو يوصل لدرجة اتساخ كبيرة. فهنا بدأت ان انا انضف الضرفة من بره كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وبدأت ان انا امسحها. بدأت تلمع معايا هنا. لو حابين تعرفوا نوع دولاب المطبخ بتاعي نوعه ايه ومتفصل ازاي، اكتبولي في التعليقات، ويا ريت توصلوا الفيديو دوت ل 500 لايك. انا بتعب جدا والله في الفيديوهات، وخصوصا ان انا بصور معظم فيديوهاتي لايف. بس الفيديو دوت يعني كنت قافله الصوت فبعمل له يعني صوت بمنتجه. فيا ريت ما تنسونيش من الشير واللايك والسبسكرايب. هنا بدأت ان انا اخد الضرفة من بره. تمام. وهنا في ارفف جنب الشباك، برضو الشباك بتاعي لونه مختلف شوية زي نفس لون الدولاب المطبخ القديم. تمام. ان شاء الله هغيره بإذن الله. هنا الأرفف ديت نضفتها ومسحتها وبدأت ان انا الظرف من بره كلها بدأت ان انا اعيد عليها مسيح برضو. وبدأت ان انا هنا زي ما انتم شايفين رصيت هنا الضرفة دي بتاعت المشروبات.
وزي ما انتوا شايفين الضلف بتاعتي بتبرق ما شاء الله عليها، تبارك الله. طول ما انتي بتنضفي باستمرار وايدك في حاجتك هتبصي تلاقيها لسه جديدة. يعني انا الدولاب المطبخ بتاعي القديم يعني ما شاء الله كان لسه، يعني اللي شافه قال لسه بحالته، كان ما شاء الله عليه ممتاز يعني. بس يا حبايبي، فهنا زي ما انتوا شايفين الضلفة التالتة. هنا بدأت ان انا جبت المنظم دوت وحطيت فيه الزيوت ده اللي فوق البوتاجاز على طول. دي اكبر واحدة فوق البوتاجاز، وفي 2 جنبه. في واحدة للمشروبات والتانية يعني بحط فيها الأدوية، يعني عاملاها زي الصيدلية. وبدأت ان انا امسح بقى الدولاب كله من فوق ومن تحت عشان ما يبقاش يبقى احنا عملنا تنظيف عميق للبوتاجاز اللي هي اسفل دولاب المطبخ. وهنا الرف ده اللي من ناحية وانا داخلة من باب المطبخ برضو شلت الحاجات اللي عليه، وبدأت ان انا انضفها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا عشان هو في باب المطبخ فطبعا بيبقى في بعض الاتساخات. تمام. فبدأت ان انا انضفه برضو، وهبتدي ان انا ارصه زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا لما تيجي تنضفي بالراحة وما تجرحيش، وتستخدمي حاجة تكون ما تأثرش على المطبخ بتاعك. ما تنسوش يا حبايبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. احنا في شهر شعبان، الأعمال بترفع إلى الله عز وجل، فنكسر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصيام يوم الاثنين والخميس، وصلة الأرحام. ربنا يبارك في عمركم يا رب. هنا حبايب قلبي كنت خلصت الجزء اللي فوق الدولاب اللي فوق البوتاجاز زي ما انتوا شايفين هنا. لو انتوا شايفين هو ما شاء الله تبارك الله بيلمع من يعني اهتمامك بشيء بيبان عليه. زي ما انتوا شايفين كده الصورة بتتكلم عن نفسها. هنا هبتدي بقى بعد ما اخلص الجزء ده هبتدي ان انا انزل على البوتاجاز. كنت رشيت بقى زي ما انتوا شايفين كده باور، وسبته بس عشان الدهون شوية على ما خلصت الجزء اللي فوق، ونزلت بقى عليه. بدأت ان انا بقى امسك العيون عين عين كده وانضف فيها. برضو ساعات بيسها علينا حاجة بتقع اثناء الطبيخ. فانتي برضو على طول يبقى باستمرار حاجتك كده تبقي ايدك فيها، هتحسي براحة نفسية. النظافة يا جماعة بتدي طاقة ايجابية، وبتدي احساس بالسعادة وبالراحة. لما تخشي كده جاية تطبخي هتلاقي بوتاجازك نضيف، يفتح نفسك ان انتي تطبخي يعني وانتي مبسوطة ومش متضايقة من شكل البوتاجاز قدامك. برضو هبتدي ان انا بقى ادعك العيون كلها زي ما قلتلكوا. وهنا كانت الدهون بعد ما رشيت الباور وسبته شوية بدأت الدهون تطلع معايا بكل سهولة. انا طبعا ما عنديش يعني هي الفواصل بس اللي ممكن من البخار بتاع اثناء ما انتي يعني بطبخ وكده. لكن انا ما عنديش دهون يعني على السيراميك نفسه، لا ده الفواصل ممكن بعض دهون كده بسيطة. ولما رشيت باور يعني ما خدتش صعوبة في ان هي تخرج. وهنا السيراميك كله بدأت ان زي ما انتم شايفين بيطلع معايا. عملته بقى وكملت على المفاتيح بتاعة العيون بتاعة البوتاجاز. وهبتدي بقى ان انا بقماشة كده ناعمة وامسح البوتاجاز بتاعي. طبعا احنا هنا بنعمل تنظيف عميق للبوتاجاز. كل سنة وانتم طيبين، داخلين على رمضان فعايزين نخش بحاجتنا كلها مظبوطة بحيث ان انتي تتفرغي ان شاء الله بإذن الله. ربنا يرزقنا يعني بلوغ رمضان، يسلم رمضان لينا ويسلمنا إليه بإذن الله. طبعا في رمضان تتفرغي للعبادة والختم القرآن وصلاة التراويح والتهجد. ربنا يبلغنا رمضان إن شاء الله في خير صحة وعافية. وربنا ينصر إخواتنا في غزة، ما تنسوهمش من الدعاء.
ربنا ينصرهم ويسدد رميهم. هنا بدأت ان انا حبايبي امسح البوتاجاز زي ما انتم شايفين. انا عندي بوتاجازي هو مط بس من يعني مفيهوش لمعة كبيرة، بس من اقل حاجة برضو بيبان فيه النظافة، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله بيلمع. هبتدي بقى ان انا احط العيون. هنا كنت بوريكم بقى السيراميك ما شاء الله زي ما انتم شايفين، يعني لو حطيتي ايدك كده على السيراميك هتزيق من النظافة ما شاء الله، وبأقل التكاليف. يعني بقولكيش روح هاتي باور اغلى حاجة، ولا هاتي معرفش حاجة للسيراميك، بأقل حاجة عندك صابون وليفة هتغسلي. وهنا حبايبي كنت خلاص خلصت وغسلت العيون والحوامل بتاعة البوتاجاز. زي ما انتم شايفين هنا الصورة أوضح ما شاء الله. لو انتوا شايفين كده معايا الرخام بيلمع والسيراميك ما شاء الله تبارك الله عليه. اتمنى حبايبي تدخلوا قناتي وتدعموني وتشتركوا فيها، وما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب لقناتي. انا نفسي عيلتنا عيلة قناة تايهة في المطبخ تكبر، ونفسي يكون لي اخوات من كل دول العالم وخصوصا الدول العربية. وربنا يجمعنا يا رب على خير في طاعته. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالدعاء اولا والاشتراك في قناتي، وزي ما قلت لكم نعمل سبسكرايب وشير ولايك لقناتي، قناتي تايهة في المطبخ. والسلام عليكم.